صباح الحب وصباح البرد وصباح القهوة والثلج. تعالوا حبايبي خل أراويكم هاي الباب اللي يطلع على الحديقة. شوفوا شلون ثلج، هاي طبعا من الداخل الثلج مو من الخارج. شوفوا شلون الثلج لي جوا واصل، ما شاء الله. باردة عندنا وأجواء كلش حلوة. احنا بالنسبة لنا ما أعرف يعني اللي يشتغل برا خطية كلش تعبان يكون، بس بالبيت قاعد يباع ثلج وباردة وتدفئة وقهوة، هاي يستمتع بالأجواء. شوفوا شلون. هاي ضليت اكتب لكم حتى تشوفون شلون عندنا برد وثلج. بهاي الاجواء راح ابدي احضر في الطبخة بسيطة لبيتنا. هنا أنا قطعت لحم بقر او لحم غنم كيفكم، قطع كبار او صغيرة، واستخدمت بالتتبيلة فلفل وملح، طبعا فلفل اسود وملح، ومن كل شي ملعقة اكل لبن ومايونيز وفلفل معجون الطماطة الحار او البارد والمعجون العادي. راح اخليها شي على شي واتبلها فد ساعة ساعتين كيفكم. طبعا هنا أنا هم بعد ما تبلتها خليت لها البابريكا وجبت وصلة لي، هم راح اقطعها واخليها وياها حتى تعطيها طعم وطراوة للحمة، لان هذا اللحم لحم بقري. زين هنا بعد ما راح اتبلها خليت طبعا هاي بعد ساعة تقريبا قلت كافي. خليتها بالنص اللحم واللية وداير مداير خليت خضار كيفكم. انا خليت باذنجان وبصل وطماطة هاي الكرزية، وحضرت ورقة الزبدة طبعا نقعتها بالماء حتى ابدي اخليها على الوجه. زين وبعدين اخلي عليها ورق القصدير هذا يكون اللون الفضي. شوفوا هنا الباذنجان شلون حلو صار وجهه، وخليت على الوجه بابريكا. راح ادخلها بالفرن. هسه هنا أنا قلت خل اراويكم اياها. هاي خليت اول شي الزبدة والقصدير، خليتها طبعا هنا بالفرن تقريبا ساعة وطلعتها وخليتها تستوي على الوجه. طبعا استخدمت الخبز العراقي اللي انا سويته ذاك الفيديو، وصار بهذا الشكل طعمه كلش طيب والبالبيت كلش حبوه. طبعا هذا الفيديو نزلته بعد ما اكلناه وسهمكم العافية، واستمتعوا الأولاد وأبو البيت همينة، وسويت لهم تمن وحبشكلات. بس الفيديو صار هنا بالعكس، حبيت أراويكم المقبلات مالتي، الطرشي والبصل والفلفل الأخضر والخبز العراقي اللي أم هادي سوته، مطبخ سور البصراوي. عليكم علينا ألف ألف عافية، جربوها وانطوني رأيكم. طبعا صار العصرية عجبني شلغم. أنا قطعت الشلغم كشرته أول شي وقطعته طبعا بالقطع اللي انتو تردوها، وراح اغسله واخليه بالجدر، واخلي ماي اللي فوق اللي يغطي مو اللي يغطي، حتى اخليه على النار وينسلق. هاي بعد ما خليته بالماي خليت الجدر على النار، راح تاني حد ما يفور. هنا طبعا كنت مسوية مرقة الشجر العفو، طريقته مثل طريقة اللي عندي فيديو مالت الباذنجان مطبق بدون دهن. هسه هنا تاني يغلي الماي، وبعد ما غلى راح اشيل هاي الرغوة كلها تخلص من عندها حتى اضيف لها الدبس. شوفوا حبايبي سفارة فورتين او 3 ابدي اشيل هاي كل الرغوة واضيف لها الدبس العادي دبس التمر، وضفت لها تمرتين قلت حتى تعطيها حلا زايدة شوية، وراح اخليها تفور. هسه ما بدت تفور او تغلي راح انصيها واخليها تقريبا نص ساعة. انا بعد ما خلصت حبيت اراوكم اياها بالشكل النهائي. طبعا صار الطعم كلش طيب. هاي مال اجواء شتوية، حاب الاجواء الشتوية. شوفوا حبايب قلبي شلون صارت بهذا الشكل، عبالك حلقوم، والحلا مالتها كان طبيعي مو كل الزايد. اكو ناس يحطونها شكر هم يضيفون، بس انا ما احب الشكر، هو دبس اكتفيت بالدبس والتمر. حبايب قلبي هذا الشكل النهائي. هنا طبعا بعد ما فتحنا الشوارع والطرق، طبعا كل واحد قدام بيته مسؤول هو اللي ينظفنا. اولادي بدوا يلعبون، وهذا زوجي من بعيد خطيه قاعد يرش ملح، لان الملح هو اللي يذوب الثلج. شوفوا جهال متونسين وفرحانين، لابسين طبعا هنا ملابس خاصة تكون مع الثلج للأطفال، يلبسوها كاملة، العفو البوت والبنطلون اكو يجي كامل، شلون الصدرية يلبسهم، وتشوفوه يعني التابعة كلها للثلج. قلت يلا خلي يتونسون شوي يغيرون أجواء، بما أنه انحبسنا بالبيوت والبرد. فهنا ظلوا يلعبون اثنيناتهم الجهال، وأبوهم خطير يرشلنا الملح. شوفوا شلون فتحت الطرق، هذا بعدين كل الملح يذوب يصير مثل الماي. حبايب قلبي لا تنسونا بالدعاء، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك، ومع ألف سلامة.